ارهاق وضعف عام، شحوب في لون الجلد، دوخه وصداع، خفقان في القلب والم في الصدر، بروده في الايدين والقدمين، ضعف في الشهيه، هشاشه في الاظافر، تقصف في الشعر وسقوطه. دي غالبا الاعراض اللي بيجي لي بيها مريض الانيميا. طبعا بطلع له اشهر دواء للانيميا الفيروجلوبين. يرد يقول لي استخدمته قبل كده وما جابش نتيجه. اقوم مطلع له الفيرترول، برضه يقول لي استخدمته قبل كده وما جابش نتيجه. اقوم مطلع له كذا وكذا 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 لحد ما اكتشفت اكتشاف فعلا بيرفع مستوى الهيموجلوبين في الدم وبيحل مشكله الانيميا بسرعه. والاختراع ده هو الليميتليس لايبوفيركس، واللي فيه 40 مللي جرام من الحديد، يعني تقريبا ضعف الجرعه اللي موجوده في الفيروجلوبين. وبرضه فيه فيتامين بي 12 وفيتامين بي 6 وفيتامين دي وفوليك اسيد. والكوكتيل ده هيحل لك المشاكل اللي قلت لك عليها في اول الفيديو، اللي هي